السلام على ضياء أشع قلبي ولم يتركه ولا للحظة يعاني من الظلام. السلام على سطوع أنار عقلي وخدره بالبريق المشع من الأمام. السلام على نور، نور قلبي وروحي. السلام على رفيق دربي البعيد، بعدك عني قسم قلبي إلى نصفين، نصف لا يتركني تائهة ونصفا يتجول معك أينما حللت. كيف حالك يا نور عيني؟ الحمد لله، سماع صوتك يجعلني بخير، أنت يا نصفي الثاني. ما دامت أذني صاغية لصوت صغيرتي فإني أحمد الله على أنك بخير. اشتقت لك يا عدنان والله، فإن السماء لتشهد كم من مرة نظرت إليها والدمع رفيق عيني، وأردد في نفسي عدنان عدنان عدنان. يا ظريفتي، أنت في دائرة ليس كتلك التي رسمناها في حصة الرياضيات، بل هي دائرة الحب الخاصة بي. اشتقت لك جدا. كلماتك تكفي بأن أرسل ابتسامة من وراء الكواليس لتشعر بها. كفى ابتسامة أرجوك يا نور قلبي، أنا أحبها، لكن كل ابتسامة هي سلاح يضرب قلبي آلاف الطلقات في الثواني. يا حبي أنت كلك رصاصة تصيب قلبي. إن أصيب قلبك فقلبي سينبض من أجلك. أين ستكون رحلتنا اليوم يا عزيزي؟ أنك مرهق يا كسولي أنت ههه. لا، في الحقيقة لم يكن يوما شاقا، فقد تجولت مع عيسى كالعادة في الطرقات، نحاكي الواقعة ونتأرجح بين جمال الطبيعة وقبح قلوب بعض البشر. عدنان، هل أنت حقا بخير؟ نعم حبيبتي، أنا بخير. هل أكلت جيدا اليوم؟ نعم، أكلت كثيرا الحمد لله، أكلت حتى تكاد بطني تشتمني. ها هي أكولي أنت. إذا بعد الأكل ما رأيك في رحلة على الشاطئ أنا وأنت نتجول، من ثم نجلس قرب بعضنا البعض بشرط أن لا أحد يتحدث. نعم، فحينها ستطغو لغة الحب بيننا، لغة القلب وليس باللسان. لنجلس فوق الرمال الباردة لكن جسمين ساخنين. أهاب أن تذوب الرمال فتفقد هيبتها، لكن مهما حدث فيجب أن تنحني أمام هيبتنا. أنحني في جزيرة يغلب عليها السكون، فتحضر فيها حركة العين تجاهك. نحن فيها يا نور قلبي، حتما نحن فيها. عدنان، كم أنا متحمسة حقا أراك. كم ترين حماسي يا صغيرتي، أكاد أفر من عالمي لأبحث عنك في عالم الموازي. يا حبيبتي، لم يكذب من قال من يحترق قلبه بالحب يدور العالم يصبح مجنونا. أنا صرت مجنونة بك، مهووسة باسم عدنان. اسم عدنان؟ لا يا مشاغبة، قولي أنك مهووسة بي وليس اسم عدنان. ها هي غيوري أنت، كم أعشق غيرتك هذه، تجعلني أطمئن في يوم أكون فيه بين أحضانك. أنت لي يا نور عقلي، أنا الألف وأنت الياء، بيننا قصة الحروف. كم أريد أن أرى شروق الشمس على قلبي وأرى ضوء الألعاب النارية يلمع على شفتيك. يكفي، لا تجعلني أخجل ههه. يا ظريفة أنت. لكن ماذا فعلت الآن لتقول لي ظريفة؟ أنت دوما في نظري ظريفة يا ظريفتي. ماذا تقصد؟ لأنني صغيرة صح؟ يعني أنا مثل الصغار؟ نعم، لكن ليس بذلك المعنى، لم أقصد شيء. فهمتك؟ ماذا؟ هل انزعجت؟ نعم. لكن لماذا؟ أنت تعرف. هيا يا نور قلبي، هل تنزعجين من عدنان المسكين؟ لا يهم، ابحث عن طريقة لأسامحك. كنت سأقول لك شيء، لكن بما أنك منزعجة مني لا بأس، سأقولها لاحقا. ما هو قلي؟ حسنا، كنت سأقول أني سأجلب لك الشوكولاتة منقوش عليها فراشة يا فراشتي.
أنت تعرف نقطة ضعفي يا مشاغب، لكن لمذا منقوش عليها فراشة بالذات؟ لأنك فراشتي يا نور عيني. فهمتك، لكني ما زلت منزعجة. هيا يا نور، كم من مرة ضعت في قلبك وهطل المطر، فوجدت الحطب لكني لم أشعل النار لأنك ستتألمين، ستختنقين بذلك الدخان، فقررت أن أبقى باردا لكي لا تتضرري يا عزيزتي. هي حسنا، سامحتك يا مشاغب، فقد أحتاج إلى عناق واحد يكفيني لينسيني كل الهموم يا حبيبي. عانقيني يا أيتها الروح، فحتى لو كنت في بلد وأنا في بلد فأصواتنا ستعانق بعضها البعض. يا عدنان، كم من أود أن أراك حقا، ليتني أراك كل يوم. كم أتمنى هذا أيضا يا روحي. عدنان، يا روح عدنان. أيمكنك أن ترددها إلى الآن؟ أود أن تنتعش أذني بها. القصيدة؟ نعم. بكل تأكيد حبيبتي. نزلت عمدا في قصيدة الغزل، كأن الروح جنت جنونها وانصدمت من حجم الجبل. غزل لروح تمسكت بسنابل عقلي، فكانت حمالة البهجة ومرهبة الملل. فنزلت من الشرائط الملونة، ولعلي يتحدث عن شعرها المدلل، شعر يطفو حرا طليقا، فتحرق العيون لرؤية اللهب، فلن يتفرق الشعر ما دام المتغزل حاضر فهو المتكفل. فأخذت خصلة لزيارة الجبين، فانزلقت لنظافة المكان. ألا تحتار النفس؟ فوالله ما وجدت البشر وما وجدت المباني، فكان أرضا قاحلة وبالعرق مبلل. فانزلقت مع القطرات أتدحرج، فمسكتني الأهداب وهي ترمش، فالتفت للخلف فإذا بالعين تحدق، فهربت كلماتي وأنا مهمش. فإلى أين هربت؟ أين أنت؟ فبقيت ألتقطها بالحرف في بياض عيونها، إلى أن تجمعت كلها في العدسة. فالقلب هش ويتحطم إن واجه جمالا أو ركب عليه الكلل. فأكملت النزهة ولامست اللين وجسدي يتحكك، فعرفت أني فوق هضبة، فقررت المكوث قبل أن أواصل وأكمل. فالهضبة هي الخد، فقد تورد وتوسعت تفاصيله لاستقبال الخجل. وختمت سيري بالمرور إلى الفم، فالشفتين أبهج المستقبلين، والأسنان جهرت عيناي الذابلتين، وثغرها يبعث أجود العطور. فصعدت الآن عمدا لختم الغزل، لكن الروح مسكتني وقالت لي: ما زالت البركة ولا تفقد الأمل. فروحها ما زالت عالقة بحقول عقلي، وما زالت حمالة البهجة ومرهبة الملل. هل نمت يا نعوسة؟ آسفة، فصوتك الجميل راحة لي يا روحي. لا بأس يا نور، أخلدي للنوم فيبدو عليك التعب. لكن قولي لي، هل رسمت شيئا؟ طبعا، فأنا دوما أرسمك، سأرسلها لك. حسنا، إذن فلتكن كل أحلامك مليئة بعدنان. أحبك. أحبك أيضا. أنا أكثر هها. أنا أكثر يا عنيدة. أسئلة: 1. كيف تبدو لك شخصية عدنان؟ 2. ما رأيك في نور؟ 3. ما رأيك في العلاقة القائمة بين عدنان ونور؟ 4. تحدث عدنان عن مصطلح الأيماجيوفوبيا وفسرها جيدا بناء عن أقوال المؤسس، فما رأيك بهذه الظاهرة؟ هل تشعر أحيانا بأنك تعاني منها؟